اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالكم فيديو جديد، وصفه جديده، وهنعمل النهارده تتبيله حلوه قوي للسمك المشوي. معايا بصلايه وطماطميتين وقرنين من الفلفل حامي او رومي زي ما تحبوا، وليمونتين وتوم. هنقطع بقى البصل والقوطه والفلفل، وهندق التوم، وهنعصر عليهم الليمون، ونحط خل، وهنحط كمان كزبره وكمون، وهنملحه كويس. وايه زي ما انتم شايفين كده، هنحشي بقى السمك كده. عايزه اقول لكم التتبيله دي حلوه قوي لما تحطي فيها بصل، ويا سلام بقى لو عندك حزمه من الكزبره الخضراء، حلوه جدا. معايا الصاجه ديت بتاعه الفرن الكهرباء، هي دي اللي انا بشوي عليها السمك. طبعا زهقنا من السمك المقلي، فقلت بقى ايه، اشويه المره دي. وانتوا عارفين ان هو صحي جدا، يعني مش وحش، افيد. وهنجيب الرده بتاعتنا والسمك، وهنعمله كده بالطريقه دي زي ما انتوا شايفين. وهنرجع بقى ايه، دي واحدة تانية بوريها لكم. اهم حاجة يكون السمكية مندية كده فيها شوية مية عشان الردة تمسك فيها. خلاص، والصاجة معايا سخنة. هبدأ بقى اشوي عليها السمك. اول ما ياخد وش هقلبه على الناحية التانية، وتكون نار متوسطة مايلة للعالية. خلاص، وهبدأ بقى اقلب فيه كده شمال ويمين لحد بقى ايه، ما يستوي من جوه. الطريقة دي حلوة جدا. وبتشويه في البيت عادي جدا، مفيش اي مشكلة. كده بقى بعد ما شويته، شوية رز بقى بالبصل حلو جدا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تختاروا الكل علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. مع السلامة، اشوفكم فيديو